السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خسرنا الدوري الموسم اللي قبل اللي فات وقلنا عادي فرحانين ومعانا افريقيا. خسرنا الدوري الموسم اللي فات وقلنا تلاحم مواسم وفي لعيبه ما تستحقش تبقى موجوده. طب انا ولا عاوز استاد ولا عاوز فرع في البرازيل ولا عاوز مبادئ ولا قيم دلوقتي، انا عايز قرارات تتنفذ حالا. هو في لاعب اكبر من الاهلي؟ هو في حاجة انتوا شايفينها احنا مش شايفينها؟ هو احنا هنفضل لحد امتى في اللي احنا فيه ده؟ اخر مرة الاهلي قدم كورة كان في موسم 2019 موسم فاينل، ومن بعدها واحنا مش بنقدم كورة خالص، وكنا مع موسيماني كعبنا عالي وبنكسب وكان الموضوع بيعدي عادي. احنا بالمنظر ده هنخسر الدوري للتالت على التوالي ومش هنكمل في افريقيا ومش هنحقق حاجة في كاس العالم. اديني اقتناع ان اللعيبه دي افضل لعيبه في مصر وفي الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. نفس جمله الموسم اللي فات وقلنا محتاجين غربله ومحتاجين قرارات، والموسم ابتدى والدنيا سداح مداح. احنا هنهزر يا جماعه؟ هو في لعيبه اكبر من النادي الاهلي؟ كنت بتتكلم في 3/4 السكواد ما يستحقش يلبس تيشيرت النادي الاهلي. اي بقى هي كانت الاسباب ايه؟ كانت لعيبه وحشه، لعيبه ما عندهاش شغف، لعيبه شرعت، ايا كانت المشكله هي ايه. قسما بالله احنا داخلين على فتره مفيش وقت احسن من كده تغربل الفرقه وتسرح اي حد مش قد التيشيرت وتجيب لعيبه وصفقات قويه. واصرف اصرف يا خطيب اصرف. محتاجين نجيب صفقتين اقوياء اجانب ونجيب تحت السن اي حاجه نقدر نشتغل عليها، لازم نشتغل عليها. محتاجين نشتغل، وقت الطبطبه ما عادش فيه وقت. ما ينفعش اللي بيحصل ده. احنا داخلين على الاسبوع العاشر في الدوري وعندنا كاس قديم وكاس جديد في يناير وعندنا كاس عالم في فبراير وعندنا افريقيا بعد كاس العالم ومعاه دوري. احنا بالمنظر ده هنخرج بالموسم صفر. احنا لسه فيها، يا اما هنشوف اخرتها. اقفل يا عم.